السلام عليكم مشاهدينا الكرام. أفادت مصادر مطلعة بأن السلطات الولائية المختصة قررت إعفاء قائد الملحقة الإدارية الحي الحسني التابعة للمنطقة الحضرية المنارة بمراكش من مهامه. يأتي هذا القرار عقب ترأس القائد للجنة مختلطة نفذت يوم الثلاثاء 25 فبراير الجاري قرار الإغلاق المؤقت لمحل بائع سمك معروف في مراكش بدعوى عدم احترامه للمعايير المعمول بها. وأشارت مصادر متطابقة إلى أن هذا الإعفاء قد يكون نتيجة لتقارير متعددة رفعت إلى الجهات المختصة تضمنت شكاوى أو ملاحظات حول تدبير القائد لعدد من الملفات داخل نطاق عمله. هذا الإجراء يسلط الضوء على سلسلة التغييرات التي تشهدها بعض الملحقات الإدارية في مراكش في إطار سياسة تهدف إلى تعزيز الحكامة الإدارية وربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة فيما يتعلق بتدبير الشأن المحلي واحترام الضوابط القانونية المنظمة للأنشطة التجارية والخدماتية.